طبعا ده راجل معتوه، راجل متخلف عقليا اللي قال عني هذا الكلام، لأن أنا أعرف الدكتور محمد مرسي من عام 1995، وأعلم أن الدكتور محمد مرسي أستاذا بكلية الهندسة جامعة الزقازيق، وهو ابنا لإحدى قرى مركز هيهية بمحافظة الشرقية. وأعلم أيضا أنني قد توسطت للدكتور مرسي لدى جهاز مباحث أمن الدولة في إحدى الموضوعات التي اتهم فيها بتوزيع منشورات تعمل على قلب نظام الحكم. وكان معاه ناس قرايبي من ناحية والدتي، نسايبنا من ناحية والدتي في هذا الموضوع. فعيب يا أستاذي اللي بتدعي علي هذا الكلام. اللي حضرتك ما تعرفوش إن الدكتور محمد مرسي كان صديقا لي وضيفا دائما معي في برنامجي أحزاب وبرلمان في التلفزيون المصري عندما كان عضوا في مجلس الشعب من 2000 ل 2005. عيب لما تقول هذا الكلام. أنا توفيق عكاشة مش جاهل. عيب يا كذابين يا ضلالية. يعني بدل ما تهاجموني بالكذب هاتوا حاجات صدق يا كذابين. انتوا عايزين تولعوا في البلد وعايزين تحرقوا الأمة العربية وعايزين تحرقوا الإسلام. ما كفاية اللي انتوا بتعملوه في سوريا. وها هو أمين جامعة الدول العربية اللي شغال لحساب قطر عايز يدمر سوريا. اسمعوا بقى، مجلس العسكري